هي اسمها لوحة فنية، لازم تساووها وتفتخروا بحالكم. شوفوا لي على المنظر، شوفوا لي الحبة. هي التمرية بس تساووها رح تكونوا وصلتوا للعالمية. ما شاء الله ما شاء الله. كل شي مكونات بكتب لكم اياها بصندوق الوصف من الالف الى الياء، حتى مقاس الصينية. هذا الحلا لازم يكون عندكم بكل وقت مع فنجان قهوة. خيالي خيالي. قول بسم الله. مم. مثل الراحة وقرشة المكسرات. حكي تاني، بس خطيرة خطيرة. سووا ورح تدعولي. فستق، كاجو، تمر، بسكويت، شوية هيل وقرفة وزبدة طيبة. هي وصفتنا، تابعوا الفيديو للآخر. أطيب حلا تمرية بالمكسرات، شغلة فوق الوصف. عندي زبدة، عندي تمر مطحون. هون بدي اقلب تمر على مهله. بضل قلب التمر هيك. شايفين كمية الزبدة؟ كمية الزبدة وفيرة، مالها قليلة، على نار خفيفة تقلاية التمر. يعني بس نقلي التمر بيتشرب الزبدة كلياتها وبتشم الريحة الطيبة. عندي هيل ناعم، عندي قرفة، نحركه منيح بالتمر. يا سلام، هلا بلشت الروايح طيبة كتير. شايفين التمر اتشرب الزبدة كلها. قد ما حطيتوا كمية زبدة التمر وقت نقليه بيتشرب. فيكم تحطوا السمن الحيواني كمان طيب. بس التمر يتشرب كل الزبدة بنزل البسكويت. طبعا هذا بسكويت شاي عادي، خليها حبة كاملة مثل ما هي، ما بكسرها. هلا على التقليب بتكسر معي. بقلب، شايفين بهالطريقة. طبعا هو حيتكسر بس بحاول خليه شقفة كبيرة لحتى تطلع القرشة انتو عم تاكلوها لحبة التمرية. هذا هو القوام المطلوب. شايفين حبات البسكويت شقفة كبيرة، بس تاكلوها بتحسوا بقرشة كتير طيبة. هيك خلصت من طبخ التمرية. بفرد نايلون على صينية. طبعا النايلون من تحت بثبته بشوية مي لحتى ما يتحرك. شايفين كيف؟ وبحط عجينة التمرية، بفردها بمقاس متساوي. طبعا هون العجينة بتكون سخنة، ديروا بالكم على ايديكم. تقريبا 1 سنتي السماكة. شايفين؟ بعد ما مديتها على الصينية بحط قطعة نايلو تانية هيك بملسها عليها، وبجيب صينية نفس المقاس بقلبها بنزلها هيك. شايفين؟ مثل القالب طلعت عندي. يا سلام، مثل القالب. في من نايلون وبرش عليها شوية فستق ناعم. بعد ما رش فستق ناعم بكبسها شوي بايدي هيك، برجعها لنفس الصينية بدون نايلون. وبرجع بقلبها وبملسها شوي بايدي مرة تانية لاخد هالنتيجة الحلوة كتير. والمغزى من الفستق الناعم لحتى ما يلزق التمر بكعب الصينية من تحت. عندي شوية كاجو بنشفه تنشيف بالفرن، ما بحمصه ابدا، بس تنشيف لحتى تقرش الحبة انتو عم تاكلوها. وبكسره شوي هيك صار جاهز معنا. عندي شوية قطر بشعل عليهم النار وبحط الكاجو كله. بطبخ الكاجو بالقطر تقريبا 4 دقايق على نار خفيفة لحتى تتماسك حبات الكاجو مع بعضها وتطلع روعة. تقريبا 3 دقايق 4 دقايق بيكون الكاجو جاهز. كيف تعرفوا جاهز؟ تعملوا هيك ما بتلاقوا قطر تحت ابدا. شبكة حبات الكاجو مع بعضها صارت بهالشكل ما احلاها. بحط الكاجو على سطح صينية التمرية بهالشكل وهو ساخن، ما بستناه ليبرد. اذا برد ما حيفرد معكم وبيجبل على بعضه. اول شي بفرد شوي بالمعلقة، بتبلوا ايدكم بشوية مي خفيفة لان بيكون سخن كتير، وبتفردوا الكاجو على كل الصينية بالتساوي. بعد ما فردتها بايدي بجيب شوبك وبحط عليه شوية مي، مو كتير، بس هيك تمسيح
وبمشيه على الصينية لحتى يتجانسوا مزبوط بهالشكل. عندي فستق بنشفه بالفرن تنشيف، ما بحمصه ابدا، بكسره تكسير خفيف، كمان ما بكسره كتير. بدي حبة الفستق تبين بهالشكل، شايفين كيف؟ هذا اللي بدي اياه. بس نفس طريقة الكاجو، بحط شوية قطر، بحط الفستق وبقلبهم للفستق مع القطر. وشغلة كتير مهمة، الفستق ما بطبخه كتير بالقطر، بيطلع كتير قاسي معكم، ما فيكم تاكلوه. 3 دقايق طبخ، وبكتب لكم المكونات بصندوق الوصف وقديش نسبة السكر للقطر. بس ينشف القطر شوي والفستق هيك يمسك على بعضه، شوفوا كيف ماسك، بتكون جاهزة. بوزع الفستق هيك، شايفين على المنظر؟ شايفين على المنظر؟ ما شاء الله. بتبلوا ايدكم بشوية مي وبتفردوا هالفستق. طبعا حبايبي كمية المكسرات انتم بتتحكموا فيها، فيكم تزودوا، فيكم تقللوا، فيكم تحطوا لوز، كاجو، فيكم تحطوا صنوبر، فول سوداني، اللي بيناسبكم والمتوفر عندكم بيطلع طيب كتير مع هالاكلة. بنفس الطريقة اللي عملتها للكاجو، وبمشيهم هيك على المكسرات لحتى تثبت مكانها وتتوزع بشكل صحيح. وهيك بتكون صينية التمرية بالمكسرات جاهزة. شوفوا لي هالمنظر، بدها ألف صلاة على النبي. هي بتستاهلكم، انتو أحلى عالم. هلا هي ما بنساوي فيها شيء، بنخليها لتبرد منيح. فيكم تاكلوها بعد ساعة ما في مشكلة، بس مشان تنقسم معكم منيح تطلع القطعة كتير مرتبة مثل الراحة. ما شاء الله بتسمعوا صوت المكسرات عم تقرش قرش. شوفوا لي القطعة تطلع لحالها ما شاء الله. يا سلام يا سلام. شوفوا لي هالذهب، اطيب حلا تمرية بالمكسرات، شغلة فوق الوصف. شوفوا لي الحبة ما شاء الله ما شاء الله، من تحت ماسكة وطرية، والريحة ما بدي اوصف لكم. خليني ادوق وقول بسم الله. والله عالمية، بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم. كان معكم الشيف فوزي، انتو احلى عالم. سلام. ضروري فنجان قهوة معه، هذا هو الذهب. ما شاء الله.